الاهلي بيفوز على فاركو، ولكن في سؤالين اتمنى تجاوبوني عليهم. تقييمكم لريبيرو، وايه المشاكل اللي كانت في النادي الاهلي شفتوها رغم المكسب امبارح؟ كمل معايا الفيديو ده لحد الاخر. ريبيرو اخيرا حط تشكيله لا سحر ولا شعوذه، الناس اللي هي اللعيبه الكويره اللي يجيب لك حلول بدل ما انت مقعدهم جنبك على الدكه بيعدوا كام واحد في المدرجات، وده الطبيعي. حد زي بن شرقي عنده حلول، يعني حد زي ديانج دبابه في وسط الملعب بسم الله ما شاء الله. اشرف داري لما يبقى فورمه لعيب ملوش زي ربنا يبعد عنه شر الاصابات. يعني تشكيله امبارح كان فيها انسيابيه، الاهلي كان قادر يوصل. هتقول لي فاركو فرقه ضعيفه، هقول لك يا سيدي الاهلي كسبها 6-1 في السنه اللي فاتت في اخر راوند، لكن خلينا نقول ان ده تمرين قوي للاهلي، ماشي، تمرين قوي للنادي الاهلي، لكن في شويه مشاكل. مصطفى شوبير عنده هزه، يمكن بقى من الضغط عشان بيلعب على حساب الشناوي، يمكن والله اعلم. محمد هاني لعيب اوروبي، وانا عند رايي كنت ضد الهجوم عليه دايما، وامبارح عمل ماتش عالمي و2 اسيست. اما يعني عايز اقول لك ديانج ما يقعدش دكه لحد. محمد بن رمضان بيكس وتحب تتفرج على الكوره، والاسيست اللي عامله لزيزو بسم الله ما شاء الله فيها حاجه كومن بين الجون الثاني اللي عمله لزيزو والجون الثالث اللي بن شرقي عمله لزيزو. التعليمات واضحه وصريحه مع الانسيابيه الهجوميه، والاهلي بيبوش هاي لغايه الاخر اللعيبه بتاعته، ويعرض عند الاوت عند اخر نقطه قبل خط الكورنر، وده اللي بيحصل. انت معاك لعيبه تساعد على الخطه دي، وريبيرو مش بيخترع العجلات الحربيه، هي الكوره الحديثه طبعا كده. اما محمد شريف بسم الله ما شاء الله عليه من اقل فرصه بيستغل، وابتدى المكنه تدور وتطلع قماش. اما زيزو بقى فحدث ولا حرج بسم الله ما شاء الله عليه. الجون الاول بتاعه والثاني النادي اللي براسه اختراق من نص الملعب وكوره ما بينه وما بين بن رمضان، واحد من احلى اهداف الاسبوع. زيزو اخترته دايما زي ما كنا بنشوف مع نادي الزمالك من الاطراف، لكن اما بيجي من العمق برضه بيبقى عنده حاجه لمسه مختلفه، عنده حل سريع. تقدر تقول ان انتوا بيغفل الدفاعات المنافسه لانه رتمه سريع. يعني ده كان يعني وجهه نظر سريعه عن المباراه، والاهلي لسه عنده افضل، وانا لغايه دلوقتي ريبيرو مازال لم يقنعني بعد، لسه القادم افضل، مش هنقتنع لسه من الاسبوع الثاني. ولو كملتوا معايا الفيديو لغايه الثواني دي شاكر جدا ليكم، اعملوا لي كومنت لايك شير. سلام عليكم.